السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قصة جديدة. غتعيشوا الرعب ديال بصح، ولكن كنصيحة لأصحاب القلوب الضعيفة بلا ما تفرجوا وتشاهدوا الفيديو خصوصا بالليل وأقل من 18 سنة. قبل البداية لا تنسوا تشجيعنا بالاشتراك والضغط على زر الجرس واللايك والبارطاج، وما تنساش تجيب واحد الكويس ديال الأتاي ولا قهوة وشد لك شي قنت ودير لك يطفي الضوء. فهيا بنا نبدأ على بركة الله. هاد القصة اللي غنعاود لكم هاد الليلة يقال أنها حقيقية بجميع الأحداث ديالها، والناس ديال المدينة اللي وقعت فيها هاد القصة عارفينها كاملين، ولكن حفاظا على الخصوصية واحتراما للعائلة ديال السيد اللي وقعت هاد القصة رحمه الله ما غنذكرش الأسماء. وبطبيعة الحال هاد القصة كلها حقيقية وغموض ورعب وتشويق. هاد القصة غتبدا معنا مع واحد السيد اللي غادي نسميه جمال، وجمال كان كيخدم في البحر يعني بحري، وملي كيبغي يمشي للمرسى ضروري يقطع واحد المسافة اللي طويلة باش ياخد الطاكسي تنتهي للمرسى. والسي جمال ملي كيرجع من الخدمة بالليل ملي كيوصل للدوار كيلقى ديما دوك الناس اللي كيكونوا جالسين في الدوار شادين ستوميناتهم. حتى لواحد الليلة ملي كان راجع من الخدمة بالليل ما بيه ما عليه دخل للدوار وغادي يلقى دوك الناس في بلاصتو، وغادي يدوي معاه واحد منهم وكان معروف بالهاش. قال ليه السي جمال السي جمال تقول لي غير ما عمرك شتي جيني في هاد الطريق. سي جمال ضحك معاه قال لي تذكر هناها انا الحاج مع الضحكة، وقال ليه شوف ولي سمعني مزيان اش غنقول لك، ملي تكون غادي في الطريق هز معاك شي موس ولا شي جنويه راه ملي تخرج لك شي جنيه هو اللي غادي يفكك معاها. انا السي جمال هاد الهضره جاتو في شكل وجلس حدا الحاج وقال ليه كيفاش شرح ليا. قال ليه الحاج يا ولدي كيف ما سمعتي الا مشات حتى خرجت لك شي جنيه ما تدوي معاها ما تكلمها وما تحلش حتى عينيك، يعني ما دير حتى شي حاجه الاولى اللي غادي دير غتخرج الموس وغادي تدكو في الارض. ملي غادي دير هادشي اللي قلت لك ديك الساعه حل عينيك ودوي معاها ورد البال، ما تمشيش تلقاها تعطيها ديك العهد باش ما تاذيكش. سي جمال هاد الهضره جاتو في شكل والاول مره كيسمعها، ولكن واخا هكاك استفد منها وشاف حالو. المهم بقى الحال كما هو عليه، سي جمال كيمشي للمرسى نهار على نهار بالليل. حتى لواحد الليله ماشي بحال ديالي كان الليل مظلم بزاف والضباب كتيره شويه مع ديك الساعه ديال 9 ديال الليل، وهاديك هي الوقيته فاش كيخرج من دارهم باش يوصل للمرسى وعنده في الطريق ساعه ديال الرجل، وهو غادي في ديك الطريق اللي كلها ضبابه ومظلمه بدا كيحس بالتبوريشه وكيجي واحد الاحساس اللي في شكل. واحد شويه غادي يسمع واحد الصوت اللي كيجي موراه وكيقول ليه خرج من الطريق خرج من الطريق. وانا السي جمال غادي تفكر الهضره اللي قال لي السي العاش وغادي يثبت راسو وغادي يسد عينيه وغادي يجبد الجنويه ويدكها في الارض. انا ما غادي يحل عينيه غادي تبان لي قدامه واحد المراه طويله لابسه البيض وشعرها طويل وعينيها كبار. جمال غادي يقول لها بكل خوف بكل تبوريشه اشنو بغيتي مني. جاوبت وقال لي انا ما بغيت منك والو، بغيت غير تطلق سراحي وتخليني نمشي في حالي وانا غادي نغنيك تشبع وتقول لي بارك عليا. انا السي جمال دهش واستغرب وقال ليها كيفاش تغنيني شرحي ليا. قالت ليه غادي نوعدك الصباح ملي غادي تفيق غادي تلقى شي ارقام مكتوبين في يديك بالحنه، وهادوك الارقام غادي تدوهم للترزي وغادي تدخلهم في الجائزه الكبرى وغادي تربح مليار سنتيم. السي جمال قال ليها اعطيني العهد بلي هاد الشي اللي غادي يكون صحيح، انا هاديك الجنيه غادي تمد يديها وغادي تعطيه العهد. انا جمال غادي يحيد الموس من الارض وغيعطيها بجريه نيشان لدارو مخلوع وباقي ما مصدقش داكشي اللي شاف، وغادي يمشي ينعس في بلاصتو وغادي نعسه عاديه بحال ديالي بحال اللي ما شاف والو. ولكن المفاجاه في الصباح ملي فاق غادي يلقى نيت دوك الارقام مكتوبين في يديه بالحنه، وغادي ينوض بالزربه طاير للترس باش يقطع الورقه ديالو. وملي شد الورقه عمرها بدوك الارقام اللي مكتوبين في يديه بالحنه ودفعها كي بحال الناس،
وملي تسناو النتيجة هنا غادي تكون المفاجأة. النتيجة غادي تكون أنهم نفس الأرقام اللي كتب، وهكا غادي يربح المليار وغادي يطير بالفرحة. الخوت، قبل ما نكمل القصة، إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك وكومونتير تشجيعا لنا في المزيد إن شاء الله. وهنا غادي تبدا القصة ديال بصح. سي جمال فرحيت ولا ملياردير ولا لاباس عليه. أصحاب البنوك كيجيو عندو يقترحوا عليه باش يحط فلوسو عندهم في البنك، وحتى صحابه كل واحد اش يقترح عليه. كان اللي يقترح عليه يشري سيارة فاخرة، وكان اللي يقترح عليه يشري فيلا، وكان اللي قال ليه يدير مشروع. ولكن سي جمال ما كيفهم في هذا الشيء والو، حيت اصلا هو بحري كيفهم غير في البحر. المهم السيد ديما فرحان حيت ولا ملياردير وتحول من الحياة ديال الفقر تا ولا معروف بخاز فلوس. المهم بعد الربحة ديالو الاولى كان ملي غادي ينعس ديما كيتحسس بحال شي حاجة كتنعس مغروحة. تاني واحد الليلة غادي يفيق بالخلعة وغادي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حس بشي حاجة بحال شبرة نحسها حتاه، وغادي تجاوبو ديك الجنية وغادي تقول له ما تخافش راه غير أنا. قالت ليه كيف ما كتشوف راني وفيت بالعهد وغادي نعطيك كتر وكتر. هنا عباس قال ليها ياك عطيتيني العهد بلي ما تأذينيش. قالت ليه هي عطيتك العهد ولكن من داك النهار وليتي راجلي. واكيد هو مادام كيشوفها يوميا ولا راجلها بصح نيت. وجمال شرا باركوات بزاف ولا اكبر الناس اللي دايرين مشاريع في المرسى. ومادام ان الثروة ديالو كتزاد ولكنه مبهدل وجهه مكرفسين، وكان ديما لابس واحد الفيستا حالها موسخة كيبان بحال شي فقير ومسطي. والناس ما عارفينه بانه بالكاتوجينيا مزوج بها ولكن ما قدروش عليه. وكا غادي تدوز ايام حتى واحد النهار السي جمال غادي يجيب الربحة للمرة الثانية وغادي يربح المليار وغادي تزاد الخير فوق خير. ومن الطريف اللي وقعوا عليه واحد المرة غادي يمشي لواحد الشركة كبيرة كيبيعوا الماطر باغي يشريهم للبركوات ديالو. وغير دخل للشركة وملي شافتو السكرتيرة يتبقى جديدة غادي تجري عليه وتقول له سير لي سهل عليك، سير فحالك. وقال لها عيطي لي على المدير راني محتاجه. قالت له سير فحالك الا شافك المدير غادي يجري عليك. سي جمال بالتواضع اللي فيه غادي يخرج ويتسنى حدا الباب ويقول لها اعطي عليه المدير راني كنتسنى هنا، وهي ما مسوقاش دخلت جلست في البالو ديالها. غادي يتسنى واحد شويه يبان ليه المدير جايب الطوموبيل ديالو جايب باراسال للشركة. وملي شاف السي جمال بالسرعة هبط من الطوموبيل وكان كيجري عند جمال. قال ليه مرحبا بالشيف جمال ديالنا. قال ليه تفضل الشركة راه ديالك، الا جيت ما تسنى في برا دخل لداخل. ودخلوا لداخل وعيط على هادي السكرتير وقال لها هاد السيد وقت ما جا خلي البيلو ديالي وعطيه اللي بغا سواء كنت ولا ما كنتش. المهم راه الناس مهمة في المدينة ديالنا. هنا البنت تصدمات وجهها صفر وما عندها ما تقول باقا غير ساكتة. المهم ما عليناش نرجعوا للقصة ديالنا. سي جمال كيف ما قلنا ولا ملياردير والفلوس ولا باس عليه، شرا فيلا كبيرة بحال الخلا. ولكن المشكل انه ديما لابس واحد الفيستا والصباط مكرفسين موسخين. غتقول هذا ليس فيه الصدقة والزكاة. ولكن واخا هكاك حاجة اللي زوينة فيه بزاف انه كيتصدق على وجوه الخير وكيوقف مع الناس وكيعاون المحتاجين. كان رجل طيب لا يعمرها دار وكل الناس كيشكروه. السي جمال ملي كيكون حاضر في اجتماع ولا في شي بلاصة كيقول لهم هاد الكرسي اللي حدايا ما يجلس فيه حتى واحد. كان كيدور راسو لديك الجهة الكرسي وكيدوي معاه وكيضحك، ولكن كلشي عارف بلا ان هذيك الجنية اللي جالسة في ديك الكرسي وكيهضر معاها. ولكن هاد الشي كاع اللي عنده من الثروات والفلوس مقابل انه وهب نفسه وروحه وحياته لديك الجنية. عمر ما عرف شي واحدة اخرى وتزوج بشي مراه، زائد انه كيقوم كل ليلة ديال السبت بطقوس شيطانية في الفيلا ديالو. وحتى الجيران كيسمعوا ديك الطقوس الغريبة وكيتلقى واحد الموسيقى الصاخبة، ولكن حتى واحد ما يقدر يهضر معاه ولا يتدخل لانهم كيعرفوه بانه ساكن بوحدو ومزوج بجنية. سي جمال بقى على هاد الحال عام ورا عام، حتى لواحد النهار غادي تجي الخبار لعائلتو بانه مريض بزاف وتزاد عليه الحال كتر وما داش بزاف ديال الوقت حتى غادي يتوفى وغادي يخلي ديك الثروة كاملة. غادي يخلي ديك الثروة اللي فنى عليها روحو وحياته واخرته مع الله عز وجل.
وحتى في الدنيا ما كانش عايش مزيان، ما كانش لابس مزيان، حالته كانت حالة لا دنيا ولا آخرة. ما كانش عايش مزيان، لا عائلة لا وليدات، وديك الثروة كاملة غيديها الوالد ويقسموها بيناتهم، إلا حاجة وحدة فقط. ديك الفيلا اللي كان ساكن فيها تباعت أكثر من 20 مرة، وتقول شي واحد سكن فيها ولا طول فيها. كاع الناس اللي دخلوا ليها كيقولوا نفس الهضرة، كيقولوا بلي كيشوفوا في الليل واحد المرأة طويلة وشعرها طويل لابسة البيض وعينها كبار، كتبكي بالجهد وكتغوت ومرة كضحك. كيقول بأن الروح ولا ديك الجنية مازال كاينة في ديك الفيلا. الخوت هنا سالت القصة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ولكن ضروري تكتبوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ولا تنسوا تشجيعنا بالاشتراك والضغط على زر الجرس واللايك والبارطاج والبارطاج. وأترككم مع هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا